السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى خير ان شاء الله. اليوم الوصفه ديالنا طورطه منزليه بلا ما تشريوها من على برا، كتجي رائعه لا في الشكل ولا في المذاق. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. كاس من الحليب، كاس عامر ديال سنيده، نصف كاس من الزيت، 4 بيضات، فانيا، خماره وحده، وثلاثه الاكياس ديال الكاكاو، اولا ممكن تستعملوا 4. عندي كاس ديال الدقيق، دائما العبارات بالكاس ديال العنبه. وعلى بركه الله، هنا كناخذ واحد المول اللي كندير فيه 4 ديال البيضات مع كاس ديال سنيده، وكنطرب مزيان حتى كيبيض ليا الخليط كما غتلاحظوا معايا. رجع على هذا الشكل وكيتقل واحد شويه، كنضيف ليه نص كاس ديال الزيت وكنرجع نطرب مزيان، وكنضيف من بعد نصف كاس من الحليب مع فانيا. الفانيا راكم ممكن تضيفوها مع البيض والسكر في الاول حتى كيتقال ليا الخليط. كنقولها وكنكررها. كناخذ النواشف كنضيفهم، اللي فيهم 3 الاكياس ديال الكاكاو مع كاس ديال العنبه ديال الدقيق، وكنحاول ناخذ واحد السباتيل ونجمع الخليط ديالي. انا هنا راني كنت نسيت خماره، ضيفوها نتوما مع النواشف، غادي نضيفها ماشي مشكل. وغناخذ واحد المول اللي فيه 40 سنتيم عفوا على 30، وغادي نكب فيه الخليط ديالي وندخلو يطيب على نار مهيله كيف ما كيطيب الكيك العادي. هنا كنحاول انني نكب الخليط بشكل متساوي باش ما تجينيش جهه طالعه وجهه هابطه، وغادي ندخلوها للفران طيب على عافيه مهيله. ومن بعد نرجع معكم. هذا هو الشكل ديالها من بعد ما وجدات. كنحاول انني نحيد ليها هاد الكاغيط ونقطعها بواحد الشكل متساوي على 3 ديال القطع. انا هنا راني قطعتها شويه عوجه ماشي مشكل، غادي نصلحها من بعد. وغادي نوضع هاد الجنواز ديالي على جنب، وغادي ندوزو باش نصايبو الكريمه اللي حتى هي مكوناتها بسيطه. خليكم معايا باش نوجدوها. غناخذ هنا كاس عامر ما بين اللوز والكركاع، 2 ديال داني ديال الشوكولات، اللي بغى يستعمل كراميل يستعملو. انا كنستعمل هنا هولالا كيعجبني المذاق ديالها، والكاكاو. غادي ناخذ هولالا ونطربها مزيان حتى تعقد ليا. غنضيف ليها كاكاو، اللي بغى يضيفو في الاول مع هولالا من الاول يضيفو، كتجي اسهل، يعني كينسجموا العناصر بطريقه اسهل. انا هنا كما كتلاحظوا معايا ضفتو مع هولالا في النوبه الثانيه. وغادي نطرب الخليط، غنزيد معاه داني ديال الشوكولات كما كتشوفوا معايا. زدت انا 2 ديال داني ديال الشوكولات، وغادي نطرب. بالنسبه لداني الثاني راه ما تشدش. وكنوضع الخليط ديالنا في واحد المول وكنكون ساليته. كناخذ اول قطعه وكندير نسكافي في الماء سخون وكنسقي به ديك الجينواز ديالي. انا هنا ضفت السكر مع هاد نسكافي، غير سقيوها ما تخافوش نهائيا منها انها تعجن. كناخذ الكريمه وكنحاول انني نوزعها بهذا الشكل. غير زعمي وجربيها، اكيد غادي تنال الاعجاب ديالك، واكيد ما غاديش تبقاي تشريها نهائيا. غادي تبقاي تعتمدي على راسك وتصايبيها، راها كتجي سهله لا في يعني لا في الطريقه ديالها، والمذاق كيجي اروع. بالنسبه للكريمه هنا واخا ما تكونش زعما يعني مقاده مزيان، لانني مازال غادي نوضع واحد الطبقه من فوقها. هذا هو الفراغ اللي بقى ليا لانني قطعتها عوجه ماشي مشكل. وغادي نكمل نسقي الطبقه الثانيه ونعاود ندير الكريمه المره الثانيه. غير سقي مزيان ما تخافيش نهائيا انها راها غتعجن ولا شي حاجه. وغنعاود نضيف الكريمه بهذا الشكل هذا. ومن بعد غادي نوضع الطبقه الثالثه. اللي بغات تزيها عاليه ممكن دير 2 ديال لي جينواز، انا اكتفيت يعني بها غير هكا لانني دايرها غير للدار، ما كاينه حتى شي مناسبه. وغادي نوضع الطبقه الثالثه ونعاود نسقيها.
وهنايا اللي خاص هاد الطبقه تكون يعني مقاده متساويه، ما تكونش جهه طالعه وجهه هابطه. غادي نحاولوا اننا نقادوها. وهنا نسيت انني ما درتش يعني اللوز مع القرقاع في الوسط ديال الكيك. ماشي مشكل، غادي نخليه حتى نزين به الجوانب. انا الصراحه كنت باغا نديرو لداخل يعني في وسط الكيك، ولكن ماشي مشكل، غنزينو به من بعد. لاحظوا معايا كنحاول انني نوزع الكريمه بواحد الشكل اللي يكون يعني متساوي، ما تكونش جهه طالعه وجهه هابطه. كنقاد حتى الجوانب. وراه ماشي مشكل انها يعني لما كانش عندكم الماتريال ما غاديش تقادوا انكم تقادوها. الا لاحظتوا انا يعني قديتها غير بالموس. وهنا بالنسبه للكاناج ديال الكاكاو مع نص كاس ديال السنيده مع نص كاس ديال الزيت ونص كاس ديال الحليب، وغادي نطرب الكاناج ديالي حتى يعقد. هنا كيجي هذا الكاناج واعر بزاف، احسن من انك ديريه على البوطه. شوف كيفاش كيجي عاقد. نتوما اللي كتحكموا في يعني في ديك الختوريه ديالو. وكنحاول نوزعو على الكيك بهذا الشكل هذا. شوفوا معايا كيفاش كيجي عاقد تبارك الله، حتى اللون ديالو كيجي غزال بزاف كيلمع. وغادي نحاول انني يعني نوزع هاد الشكلاط ديالي، وغادي نديرو دميعات لهاد الكيك هذا غير بالمعلقه بهذا الشكل هذا. يعني دائما الوصفات ديالي سهله، وكيف ما تنقول دائما الماتريال ماشي مشكل. يعني تقدري انك ديباني راسك باش ما كان، المهم انك تقدي شي حاجه اللي تكون غزاله بزاف. هنا غادي ناخذ الكركاع مع اللوز ونحاول انني نقادو في الجنب بحال هكا. هنا غادي ناخذ واحد الشوكه اللي عمرتها بالشوكولاط، وخديت واحد الكاغيط، وغادي نصايب واحد الشكيلات اللي غادي نزين بهم الكيك ديالي بهذا الشكل هذا. غادي ندخلهم للمجمد حتى يجمدوا، عاد غادي نرجع باش يعني نحيدهم من هاد الكاغيط هذا. شكيلات نتوما ممكن ديروا الشكيلات اللي بغيتو اللي عجبكم، كيكونوا هذا هو الشكل ديالهم. من بعد ما جبتو كتحيدوهم بسهوله، غير حاولوا عليهم باش ما يتهرسوش وصافي. وكيكون هذا هو الشكل ديالها من بعد ما وجدات. تنقول لكم بالصحه والراحه، جربوها اكيد غادا تنال الاعجاب ديالكم وغتعجب وليداتكم، وصايبوها في الدار كتعرفوا راسكم اشنو دايرين فيها. كنقول لكم بالصحه والراحه، نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. دمتم في راحه الله.